عاجل. أول تصريح لزوجة بنت الكولونيل تخرج بأول تصريح يهز الرأي العام المغربي. لنشاهد التفاصيل، ولكن قبل أن نبدأ اضغط إعجاب للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. خرجت زوجة بنت الكولونيل في تصريح لها بعد الضجة التي هزت الرأي العام المغربي على خلفية تصريحات ولقاءات قامت بها ابنة بنت الكولونيل المتوفي في حادث سير والله أعلم. وقالت زوجة بنت الكولونيل مع الصحفي حميد المهداوي في قناته، وقالت: ابنتي كذبات عليا وشوهت صورتي امام الراي العام المغربي، وانا ما غاديش نسامحها على هذا الشيء اللي دارته ليا، وغادي نخلي القضاء ياخذ المجرى ديالو في التحقيقات، وهذا الشيء اللي قالت عليا وعلى اولادي كله كذوب. وقالت: أنا لا أعرف لماذا قامت بهذه الضجة، أنا لم أغسل زوجي ولكن عائلته هي التي قامت بتغسيل زوجي. إذا كان هناك قتل لماذا لم يستدعوا الشرطة عند تغسيله في مستودع الأموات؟ وخلقت قضية بنت الكولونيل ضجة في الرأي العام المغربي بعد التصريحات التي قامت بها ابنته، حيث اتهمت أمها بمعرفة من قتل والدها. اضغط إعجاب للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد.